السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يلا اليوم نديروا مع بعض واحد الكاطو بزاف شباب وخفيف وغير بالزيت. بون غادي نبداو. اول حاجه شوف انا غادي ندير زوج حبات، سمحوا لي، غادي ندير 3 حبات بيض. اللي بغات دير زوج دير زوج صايي. اذا نبداو بسم الله. خلاص سمحوا لي، فوالا نكمل 6 حبات. غادي ندير 3. اللي تبغي دير زوج دير زوج صايب. هادي شويه حبه تاع البيض صغار. فوالا ها هما 3 حبات تاع البيض. نضيفو عليهم هنايا غادي نضيفو نضيف عليهم قرصه تاع الملح، ونضيف عليهم كاس تاع سكر عادي. اذا عندك السكر كلاص ديري، عندك السكر العادي مع السكر كلاص ديري. هنا غادي ندير كاس الا ربع تاع سكر صحيح. غادي نخلطه مليح. فوالا دروك نزيد غادي نزيد ثاني نص كاس نتاع عفوا كاس الا ربع تاع الزيت. اللي تبغي الحلاوه تقدر تكمل، بصح حنايا دوك غادي نديرو كونفيتور ما نكثروش صحيح. نديرو الزيت فوالا نخلطو ثاني مليح. درت ملعقه تاع كوكاو ولي تعزيز البنه. غادي ندير عطر الليمون صحيح. هنا غادي نجيب مطبخه ندير مايزينا. شوف تقريبا غادي نوريكم كيفاه بالملعقه. هاي وحده زوج 3 4. غادي ندير 5 مغارف مايزينا صحيح، او النشا كما نقولوا باش تجينا خفيفه في البنه صحيح. نجيب خماره تاع الحلويات، كيس واحد من الخميره تاع الحلويات. ونبدا نحكم في الفرينه. غادي ندير كاس فرينه ونبدا نلم. كما تعرفوا بلي المايزينا تنشف، غادي نخليها هكا واحد شويه، نخليها واحد شويه هكا بيد ما لميت معين شليتهم هذا اللي خدمنا بهم ونرجع باش نشوفوا شحال نزيدوها فرينه. نزيد الفرينه ونشف العجينه حتى نشوف القوام تاعها كيفاش يوصل. فوالا هاي العجينه تاعنا طريه هنايا شوفوا. غادي نديرو هذا الشكل ياك، ومن بعد نجيب بوشون ولا حاجه ونديرها هكا تغبى في الوسط صايي. هنا في نفس الوقت راني وجدت السني تاعي صح هو، وجدت ايضا سموه الفرن تاعي راه يسخن. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا ندخلهم يطيبوا على 180 درجه ونرجعوا مع بعض باش نديروا التزيين. السلام عليكم البنات. فوالا هاي النتيجه. ندير لي 42 حبه تبارك الله، قطع ما شاء الله زعما تبغي تخرجي بيه ولا. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنساش فقط لايك اشتراك وتعليق في القناه باش يوصلكم كل الوصفات اللي نحطها.